قال: وسبق زحر بن قيس برأس الحسين إلى دمشق حتى دخل على يزيد بن معاوية فسلم عليه، ودفع إليه كتاب عبيد الله بن زياد. قال: فأخذ يزيد، اللي هاي الكتاب اللي ما ذكر أنه نجيب لك الأسرى لو لا، فوضعه بين يديه. فأخذ يزيد كتاب عبيد الله بن زياد فوضعه بين يديه، ثم قال: هات ما عندك يا زحر، سولف. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك وبنصره إياك، فإنه ورد علينا الحسين ابن علي في 32 رجلا من شيعته وإخوته وأهل بيته. نقصوا هسه احنا يلا هذا ابن عثم، هذا ابن عثم كارثة. جاء طلعناهم من المدينة 82، وصلناهم الكربلة 72، وصلها للشام 32، يعني يقول شيعته واخوته واهل بيته. اذا كانت الرؤوس ف 32 راية ذني على عدد الرؤوس، فقال له ماكو غيرهن، ذولا قيادات، هاي القيادة هذولا شيعته واخوته، هذولا قيادات هاي. وبالتالي ماكو القاسم 11 سنة وفلان 10 سنين وعبد الله بن الحسن و15 سنة. النوب يرادنا نبحوش بالكتب، لازم هاي كبارية تطلع، كبار، اقل واحد عمره 30 25 سنة رايات. واما هذا شو اسمه ابن عثم عنده دلالة، يريد يوصل لنا سالفة. تجينا السالفة يقول: عمي الارقام الموجودة بالروايات كلها كذيب، روحوا دوروا الصديق واحدة منهن، لو هاي فانت اختاروا. زين، أن يستسلموا وينزلوا على حكم عبيد الله بن زياد، فأبوا علينا فقاتلناهم من وقت شروق الشمس إلى أن أضحى النهار، حتى قبل صلاة الظهر ذبحناهم. ماكو صلاة الظهر. الحسين لا مصلي صلاة الظهر عند بالعثب، ولا أنه وبعد صلاة الظهر بان النقص في أصحاب الحسين، كل شيء ما عنده. هاي شغلتنا ربع ساعة قضيناهم. 32 اجينا 32، هم 32 زحفنا عليهم 22,000، قتلناهم ب5 دقائق ورد يده. شنو هاي بس لعبة اتاري، لعبة الكترونية، يعني تحطها بالكمبيوتر سطر لك 22,000 وتخلي قدامهم 32، ب5 دقائق تخلص الحرب. جيش 22,000 يجر خيل او دعم لوجستي، على هو من يتحرك الجيش 22,000 يراد له خلق جايين. عمي وين رايحين يا ال 22,000؟ قالوا والله عندنا 32 واحد نروح نقتلهم ونرد. هاي اعظم نكتة بالتاريخ، هاي اعظم قصة خيالية تصدقها الناس. هاي الشيعة مو بس الشيعة، المسلمون هم مصدقين 22,000 يحركهم عبيد الله بن زياد من الكوفة. سألوهم قالوا لهم: عمي انتم 22,000 وين رايحين؟ قالوا 32 نروح نقتلهم ونجي. 32,000 قال لا، 32 زلمة 3/4 شياب. 95 و98 قالوا لهم العقلاء، قالوا لهم: عمي قولوا غيرها، ودوا لهم 100. قال لا، ما يصير نودي لهم 100 الا 22,000، لا يزيدون ولا ينقصون. قال لهم: رواية من هاي؟ قال: رواية ابن عثم. وبعد قال: والطبري هم مثله وابن اثير مثله، صدقتوا؟ قالوا: بدام ذول الجحاجيح كاتبين مو نكذب احنا، ذولا قرائين عندنا شلبنا بيها. يلغي زيئة العالم ب70.